النبي محمد كان يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هيشوف اللولية عملت ايه، خلت الولد قتل اخوه وهو نايم، قتل اخوه. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء اللي هم لا يعرفن الله ولا يخشين الله. ولذلك الواحد بيشوف حال النساء في البلد بيزعل. المرأة النهاردة كلها اصبحت صناعية، قطع غيار، الرمش عيره، الباروكة عيره، طقم الاسنان عيره، الابيض والاحمر والاخضر، كله بقى عيره النهارده. ولذلك واحد اتجوز واحدة وبعدين ليلة الدخلة قعدت على السرير، قلعت الباروكة حطتها على الترابيزة، طقم الاسنان حطته على الترابيزة، الرميل بتاع الرموش حطته على الترابيزة، الخف اللي في رجليها حطته على الترابيزة. وبعدين الراجل قاعد على الكرسي زعلان، قالت له ما تيجي تقرب على السرير. قال لها ليه؟ قال تعالى على السرير. قال لها لا سيبيني قاعد مع الاغلبيه، قاعد مع الترابيزه. ما هي الاغلبيه كلها اكسسوار، كله قطع غيار. دي مصيبه دي ايه المصايب اللي حطت بينا دي؟ ايه ده غلب ايه ده؟ وده مرض ايه ده؟ ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، خلق الله. وبكره الودان تبقى عيره والمناخير تبقى عيره، وتبقى المساله كلها فريض الاطرش وحسن. ولذلك انا بسال وزير التعليم العالي سؤال. في كليه اسمها كليه الفنون في القاهره، من ضمن المواد المقرره على كليه الفنون علم اسمه علم الطبيعه الحيه. علم الطبيعه الحيه ده عباره عن واحده عريانه، واحده ست عريانه كما ولدتها امها، تقف امام الشباب الطلبة اللي في الكلية ليرسموها جزءا جزءا. عريانة، واحدة عريانة فعلا، واحدة ست واقفة عريانة تقف زي ما ولدتها امها، والطلبة يكتفوا حواليها ويصوروها يرسموها. فانا بقول ايه فايدة؟ هل هذا علم؟ ابدا. اذا كان ده هو العلم يبقى لا جعل الله الناس يتعلمون الفواحش. شو ده العلم؟ هل هذا ادب؟ لا، دي قلة ادب. هل هذه كرامة؟ انها اهانة. هل هذه امانة؟ انها خيانة. واحدة تقف عريان، ولا يزال هذا العلم مقرر من سنة اولى لغاية سنة رابعة. علم واحدة تقف كده في وسط الشبان والشابات ويقفوا يصوروها. بتصوروا فيها ايه؟ يقول لك لا، ده احنا عايزين نعرف الاجهزة الدقيقة، وعايزين نعرف الفسيولوجيا والبيولوجيا والايبولوجيا ايه ده؟ يا اخوانا حرام، ده احنا مسلمين وموحدين بالله. احنا بقناش امريكان، ما بقناش فرنساويين، ما بقناش انجليز. احنا برضه بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى ده مش علم، هذا هو ضد العلم. ولذلك حال الطلبة النهاردة حال يرثى لها. كل واحد يقابلنا النهاردة يقول انا مسافر فرنسا. ليه يا ابني؟ هقضي الاجازة هناك. تعمل ايه؟ هشتغل. انجلترا هشتغل. المانيا هشتغل. تشتغلوا ايه؟ بيدخلوكوا في المطاعم تغسلوا الاطباق. بعد ما بقى تغسل الاطباق في انجلترا وما ترضاش تخليك في بلدك بعزتك وكرامتك، وبعدين يروح له عنده عقيدة ولا عنده اساس من الدين ولا عنده ارضية يقدر يقف عليها، ارضية صلبة. ساعة ما يروح بلاد بره هيلاقي بقى يعني الاشياء المغرية الموقعة في غضب الله. يروح يتعلم هناك السهر والليالي. لو ان احنا هنا مش ناقصين سهر، ما احنا برضه بتوع سهر. يعني شوية اولاد في الاعدادية كانوا سهرانين في شاليه في صحاري سيتي، شاليه في صحاري سيتي، وبعدين بيهزروا مع بعض. انقلب الهزار لجد، فقد منهم طلع قرن الغزال وذبح زميله. طلبة في الاعدادية يعني لسه لا راحوا ولا جم، خلاص راحوا يسهروا في صحاري سيتي، الامتحانات خلصت، يسهروا في صحاري سيتي. وبعدين النهارده الموضة الجديدة في ازمة مطاوي في البلد، في ازمة خناجر في البلد زي ازمة الرز والشاي. ازمة خناجر لان ما من شاب الا ومعه قرن الغزال النهارده. كل الشباب النهارده اصبح مسلح بقرن الغزال. ولذلك ربنا بيتحدانا بيقول اللي مسكون المطاوي يروحوا حرب الدودة بتاع القط.
اهي الدودة عمالة تاكل اهو. والصحفي راسم كاريكاتير واحد مقدم صينية محطوط عليها شاي وبيقدمها لبط القطن في الغيط، فالدودة بتضحك له وتقول له ما اشربش الشاي اشرب تكتفين انا. فيعني هو مفيش، هي عمالة تاكل وعمالة ترعى. ويلا الجدع اشتغل، الجدع اشتغل وشغالة. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قارون اراد ان يوقع موسى، واذا بموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يجمع بني اسرائيل ويقرأ عليهم احكام الله فيقول يا بني اسرائيل من شرب الخمر جلدناه ومن زنى وهو محصن رجمناه ومن زنى وهو غير محصن جلدناه. فقام قارون قائلا ولو كان الزاني انت يا موسى. سيدنا موسى سكت. قال له قارون فما بالك يا موسى وقد زنيت بهذه المرأة. فنظر موسى الى المرأة وقال ايتها المرأة بحق من فلق البحر بعصايا هل هذا حدث؟ واذا بها تقول والله يا كريم الله ما حدث هذا، ولكن عدو الله قارون اراد مني ان اقول وانا اشهد الله انك اطهر من السحابة في سمائها. اللهم صل على النبي. تهمة البريء اثقل من السماوات والارض. وبعدين سيدنا موسى كان راجل ما يشبش طاره، قال اللهم اخسف الارض بقارون وماله. يلا دوروا في داهية، راجل ضلالي. قارون وماله، لا احنا عايزينه ولا عايزين ماله. واذا بالارض تنفرج شيئا فشيئا حتى خسفت به وبداره، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فرعون قال انا ربكم الاعلى. ربنا قال له انا حربي لك واحد. شوف صبر الله وحلم الله، لسه هيربي له طفل يديله مهله لعله يتذكر او يخشى. طب ما هو الناس كتير يا رب ما بعتلوش نبي جاهز ليه يكون خد الشهاده من جامعه الانبياء. لا خليه برضه يقول شويه، خليه يقول انا ربكم الاعلى لما يشوف هيتوب ولا مش هيتوب. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ربنا قال واوحينا الى ام موسى. الآية دي اشتملت على امرين ونهيين وبشارتين. الامر الاول ارضعيه والقيه. النهي الاول لا تخافي، والثاني ولا تحزني. البشرى الاولى انا رادوه اليك، والثانية وجاعلوه من المرسلين. وشوف حكم الله، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ده اللي بيخاف على ابنه يرميه في البحر ولا يقفل عليه الاوضه وينيمه تحت الكبرته؟ القيه في اليم. ده لما خاف عليه ارميه في البحر. ايوه ارميه في البحر. هيروح فين يا رب؟ هيروح مؤسسة الاطفال؟ هيروح مستشفى كوتشيلر؟ لا، يأخذه عدو لي وعدو له. انما مع ذلك مش هخليه يقدر يمد ايده عليه ابدا. يأخذه عدو لي وعدو له. وبيخاطب مين؟ بيخاطب امه، وقلب الام معروف. يوم تموت الام ينادي مناد من قبل الله فيقول يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك لاجلها فاعمل صالحا نكرمك لاجله. قلب الام.
ولكن هناك حنان وهناك يقين. السيدة الجليلة ام سيدنا موسى نفذت اوامر الله، ارضعته والقته في الماء، وتحرك الصندوق بعناية من لا يغفل ولا ينام. واذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن امان. يا ريت نربي اولادنا على قصص الانبياء وعلى قصص الصالحين، انما للاسف جايبين حتى بين 2 طلبة راحوا سطوا على فيلا في الدقي سرقوا 3000 جنيه. يعني التخصصات كلها بقت السرقة والاختلاس والحب والتزوير. واحد رئيس قلم حسابات في مستشفى في مصر العتيقة زور اسماء الاطباء ولطش المرتبات الاسبوع ده 620 جنيه وولى هاربة. والمسائل كلها تهريب وتزوير واختلاس. تروح الريف تلاقي عاملين بتاع اسمها الساحة، الموضة الجديدة بتاعت اليومين دول. الساحة دي حتة كبيرة الاولاد التلامذة بيقضوا فيها وقت الفراغ. انا ماشي في بلد وبعدين الموسيقى شغالة والاولاد بيرقصوا. ايه دي؟ قالوا دي الساحة اللي عاملينها عشان الاولاد يقضوا فيها وقت الفراغ. طيب بتعلموهم ايه؟ بنعلمهم الرقص، بيرقصوا على موسيقى ايه؟ نار يا حبيبي نار. فده النار حصلتنا وكلتنا وضيعتنا. وبعدين الظهر ابدا في واحد قام اتوضى وصلى، ما حصلش. العصر المغرب العشاء مفيش. امال الساحه ليه؟ للعب الكاراتيه. لغايه النهارده العيال بتهزر مع بعضها هزار من اسخف ما يكون. العيل بيطبق لعب الكاراتيه على زميله ويمكن يموت في ايده. هو ده اللي احنا علمناه للاولاد. هذا ضياع وهذا فشل. ولما الواد يصلي يقولوا له انت يعني متمسك بالقران والسنه يا شيخ فكها. ولما واحد يجي له ضيق نفسي يروح يعالج نفسه يقول له انت متزمت لانك متدين. امال بقى لو ما كناش نشجع على الدين ونشجع على الامانه يبقى هنشجع على ايه؟ ما احنا شايفين النتيجه سيئه. النتيجه سيئه جدا. النهارده العيل بيدخل الامتحان ان ما كانش معاه البرشام ما يقدرش يقعد على الكرسي بتاع الامتحان ويبقى قاعد مرتبك. القران الكريم بقى يغشوه. واحد بيقسم لي بالله ان مسك ولد في امتحان القران التحريري حاطط القران في الجزمه في مدارسه داخل بملزمه مخباه في الجزمه القران. بلاش امتحان قران، بلاش امتحان قران. ما دام احنا هنعمل في القران كده بلاش القران. هم لا حافظين قران ولا حافظين غيره. هو الواحد تسمع له الفيلم عن ظهر قلب، سمع له اي اغنيه حديثه يمشي يترنم بقى في الشوارع. فرقه يا سيدنا الشيخ النهارده ماشيه بالليل بالطبله. قال لا هنتحول كلنا الى هذا. ولذلك يوسف ادريس كاتب في الاهرام الاسبوع اللي فات بيقول انه كان حضر عقد زواج، وبعد ما حضر عقد زواج وبنت قامت طفله عندها 3 سنين، هو بيقول 3 سنين، بيقول قامت رقصت 3 بالفجر رقصات لا يمكن لاي راقصه في العالم انها ترقص. اتعلمت فين الطفله دي؟ بيقول لا يمكن واحده ابدا تقوم بهذا العمل. اتعلمت فين؟ راحت اي معهد؟ ابدا. اتعلمت على شاشه التلفزيون، اتعلمت على استاذ الرقص التلفزيون، اتعلمت وحفظت. واحد بيحلف لي بالله بيقول انا قاعد مع مراتي وقافلين الاوضه وعمالين نتحاسب على التموين والسكر بكام والشاي بكام والصابون والكوابين. بيقول دخلت عليا بنت اللي عندها 6 سنين، بيقول ما تزيدش عن 6 سنين، دخلت فتحت الاوضه عليهم قالت له ايه ده يا بابا انت وماما انتوا عمالين تعملوا غراميات ولا ايه؟ اخرب بيتك وبيت اللي خلفوك. غراميات ايه يا مقصوصة الرقبه؟ 6 سنين لان بتشوف الافلام قاعده على التلفزيون طول النهار، قاعده بتشوف. ده خطر، والخطر ده لابد يتدارك، لابد نعرف هذا. النهارده الرجال افلت الزمام منه. اللي بيقول لي بنته احتشمي بتقول له يا بابا اسمح لي انك انت متخلف وراجع، دي عقليتك ده بنحط في المتحف الزراعي. طيب الله ياخد بيدك يا فيفي وسوسو، خد بيدكم ويكرمكم ويجعل زمانكم كده كويس. والله احنا يمكن هنموت على خير شويه، انما دول زمانهم يعلم به ربنا. لان يا ريت المساله واقفه على هذا، المساله تتحول من